شن العديد من النجوم السوريين هجوما على الإعلام السوري ماجد العجلاني، وذلك بعد أن أطلق تحدي لجمع حليب لأطفال حلب المتضررين من الزلزال عن طريق توجيه التحدي لفنانين عرب. واعتبر الفنانون السوريون أن التحدي فردي ولا يمثل السوريين لكونهم أصحاب عزة وكرامة، ولا يقبلون بأن يتم استغلال الأطفال من أجل الشهرة وتحقيق المشاهدات والشحذ عليهم بطريقة علنية. وكتبت تولي هارون: ماجد العجلاني بالكفي، بدك ترند على حساب الوجع والقهر، عم تصطاد وجعهن ليكبر اسمك. وين وزارة الإعلام منك ومن أمثالك؟ وين في ناس على الأرض عم تشتغل بترفع الراس، شباب وصبايا شفتن وشفت شغلهن، ما عملوا اللي عملته حضرتك؟ من طالب وزارة الإعلام توقيف نشر هيك أسلوب من الشحادة. سوريا موجوعة وانت هنت كرامتها بأسلوبك القذر. سوريا بريئة منك، عيب عليك بكفي. في حين كتب فادي صبيح: هذا الأسلوب بيشبهه لحاله وبيمثله لحاله، سلوك فردي مشين. في حين علقت الممثلة أريك خضور على الأمر بعبارة: شيء بيخجل. كان قد وجه ماجد العجلاني رسالة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أجل التبرع ب500 علبة حليب لأطفال حلب، حيث لبت النداء مباشرة وأرسلت 1000 علبة حليب. وكان التحدي الثاني للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إلا أن جوابها كان ملغما ولم يعجب الجميع، حيث كتبت: ماجد التبرع ما بده تحدي، هيدا واجبي يلي بالمقابل بيعطيني سعادة كبيرة. كيف إذا كان الأهلي وناس السوريين؟ كل اللي فيني قولوا هلك إن شاء الله خير. يذكر إن حليب الأطفال شبه مقطوع في لبنان كما هو الحال في سوريا.